اهلين بيكم، وش حوالكم؟ لاباس؟ صحتكم بخير؟ الحمد لله يا ربي. اليوم جبت لكم وصفة غدا شاورما بنين كيلا عسل. خلي نبداو معنا بعضنا الوصفة. هنا في غيسيبيان نكونوا هنا انايا درت نص صدر تاع الدجاج، انتم ديروا حسب افراد العائلة. هنا قصيتو شرائح كما قاعدين تشوفوا في لا فيديو. في الغيسيبيان ندير شوية موتارد، شوية توم، شوية كركم، شوية ملح وفلفل أكحل، شوية راس الحانوت، وشوية زنجبيل، ونديرو توابل شاورما. هنا 10 تقارص كما تحبوا ديراها، تحبوا ما ديروهاش. وهنا الثوم كان عندي مشوفخي، كان عندي في الكونجيلاتور مبريباريات من قبل. هنا نزيدو شويه زيت كش ما نهار نشارك معاكم وصفه الثوم نستحفظوا به في الكونجيلاتور يقعد كيما راهم. كما قاعدين تشوفوا نخلطوا مليح. هنا نزيدوا شويه صوص باربيكيو، هي تتماشى بوكو بليس مع المشاوي، بصح انا كي درتها جاتني دجاجتي جاني بنين كي العسل. هنا نحطوا الدجاج تاعي، شوفوا كنا كيفاه قصيتو شرائح، ما تكون رقيقه ما تكون خشينه. نتبلوه مليح، ندخلوا فيه توابل دو بريفيرونس، تحضروه من قبل باش تدخل هذيك النكهه تاع التوابل في الدجاج وكلش. والقارص يعطيه طراوه كي نطيبوه. نغطيوه بالبابي فيلم، نحطوه في الفريجيدير ومينيموم 3 سوايع 4، ولا اللي ما عندهاش الوقت تبلو حتى قبل بساعه. انا هنا شوفوا تبلي الدجاج تاعي تري بيان. هنا كنت انايا قاليه البطاطا دي كوب في المقله، فرغت الزيت برك وخليت فيها شويه زيت باه ندير الدجاج تاعنا. هنا ديروا الدجاج تاعكم على نار قاويه باه يديو ديك التحميره الخفيفه، باه يقعد الدجاج تاعنا من الداخل طري ما ينشفناش. كيما قاعدين تشوفوا في هنا نحركوا الدجاج تاعنا. هنا كي يدخلوا الطياب تاعنا ويطيب الدجاج نحيوه، نحطوه في صحن حتى وما نغسلوش المقله باه تقعد. نديروا البصل في المقله باه يدينا نكهه الدجاج هذيك. كما قاعدين تشوفوا في لا فيديو نحي الدجاج تاعي كامل. شوفوا لي هنا المقله تاعي كيفاه فيها توابل وفيها الجو تاع الدجاج. هنا ما تقولوش شو يجيب مش مليح، ولا بالعكس تجيب بنين كي العسل. هنا شوفوا لي نحطوا البصل عفوا تاعنا فوق هذيك تتبيله تاع الدجاج، نقليوه مليح. هنا كانت المقله تاعي شويه ناشفه من الزيت، زدت لها شويه زيت. نقليو البصل تاعنا تري بيان. هنا راح لي الفيديو. هنا كنت الغيسيبيان اللي درت تفتفت فيه الدجاج شللته بشويه ماء وحطيته في المقله. هنا عقليه جزائريه. نزيدو شويه ملح، شويه كركم، شويه فلفل اكحل. هنا شوفوا لي كيفاه لاصوص تاعي اختارت. هنا نزيد لها شويه كريم فريش. اللي ما عندوش كريم فريش يقدر يدير بوايورت ناتور عادي. شوفوا لي ديك البنه. هنا بعد ما تكتكت شويه لاصوص تاعنا نحطو فوق منها الدجاج باه يزيد يتشرب لاصوص، وزيد هو يطلق البنه على لاصوص. هنا حطيت مغرفه كبيره تكون فرماج، تحبوا تستغنوا عليها استغنوا عليها. شوفوا لي الدجاج تاعي كيفاه بنين لاصوص خاطره. شوفوا لي هنا زدت رشه معدنوس، نحركو مليح نحطها في غيسيبيون تبرد. هنا في البلاتيعي انا استخدمت المول على 25 عفوا 15 على 25. هنا البطاطا تاعي شوفوا لي كيف خليتها دي كوب. هنا استعملت حوالي 4 كعبات بطاطا كبار. هنا والدجاج تاعي شوفوا لي هنا مازال دا سخون. نفرغوا على البطاطا كامل.
نحاول نوزعه على الاطراف تاع البلا كامل باه يتشرب لي ديك لاصوص. شوفوا لي كيفاه، ما نخليو حتى شيء. شوفوا هنا نوزع الدجاج تاعي على البطاطا. شوفوا لي، صدقوني يا البنات، الكراتان شاورما يجي بنين كي العسل، جربوه مش حتى ندموا عليه. شوفوا لي هنا انايا كنت درت فوق منه شويه كما قاعدين تشوفوا فرماج تاع بيدون ولا بارا تاع الفرماج، انا درت شويه. وهنا لاباغاي نديرو زوز عظمات، نديرو شويه كريم فريش، شويه ملح، شويه فلفل اكحل، ونديرو شويه معدنوس. هنا لاباغاي تتحكموا فيها كما تحبوا نتوما في العظام، باسكو حسب العائله تاعكم، حسب البلا اللي حديروه، كبير صغير كما تحبوا نتوما. هنا نخلطوا مليح لاباغاي تاعنا. هنا لاباغاي تجيب بنينه كي العسل. شوفوني هنا نحطها في البلان، نوزعها على البلا كامل باه الجويه تاع البلا كل يتشربوا لاباغاي هذيك. هنا كنت رابيت شويه فرماج حطيته فوق البلا، ونحطوه يطيب على 200 درجة، ما عندوش روح، يطيب بمنبع ربع ساعة باسكو كلش طايب فيه، جوست انها العظام تنشف هنا شوية برك. شوفوا لي هنا كيفاه جا، شوفوا كيفاه حميمر يسخف. شوفوا انايا درت له شويه زيتون، زينته بشويه زيتون اكحل، شويه معدنوس. شوفوا لي اديك البنه، كون جا لا فيديو يخرج لكم الريحه، راكم شميتوا الريحه بنينه بنينه كي العسل. شوفوا لي يجي مشرب مشمخ. انا هنا تستعملوا عفوا تحبوا ترفقوه بشويه قارص كما تحبوا. وهنا نهايه لا فيديو تاعنا، ان شاء الله نتمنى من كل قلبي انكم تجربوه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ما تنساوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باه يوصلكم كامل جديد. مع السلامه.